وكده عملنا احلى واطعم من المحشي اللي كان عندنا. تمام. وعملنا فاصوليا بيضه مستويه ودايبه، واللحمه هنا حطيناها معاها روعه، شكل وطعم ولا اروع. والرز حبه وحبه. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم الفيديو، واشتراك، اهم حاجه الاشتراك. تمام. وشكرا ليكم. باي. بابا بابا انا جالس مالك يموت. عليكم السلام. نقدر نسمى اتنين بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل اسهل واحلى فطار الربع ساعه. تمام. هنعمل لحمه، عندنا هنا كيلو لحمه كده محترم. تمام. وهنعمل فاصوليا. ويلا بينا هنجهز حبه وحبه. يلا بينا. هنا جهزنا الحله بتاعتنا. هنجيب اللحمه. تمام. وبقرب هات الحله. حطينا اللحمه. نحط مجهزين بصلايه وطماطمايه، حبه لورا، طبعا اللحمه بتستوي في خلال ساعتين، واي لحمه بتستوي في خلال ساعتين. وما نحطلهاش ملح لان الملح بيكتر يعني في سواها، بتخليها. هنحط فلفل اسود رشه كده حلوه كده تاخد اي زفاره. تمام. وهنغطي عليها لمده ساعتين. على العين التانية طبعا هنعمل فاصوليا بيضه. الفاصوليا البيضه دي لازم نسيبها مبلوله. تمام. انا سبتها مبلوله، وبرده لو ما سبتهاش مبلوله بتحطيها تغلي لمده نص ساعه. تمام. وبعد كده بنسبكها عادي جدا. فانا سبتها بصراحه مبلوله، هي بتسيب مبلوله الليل كله. انا سبتها مبلوله نص ساعه، وهحطها النص ساعه التانية تستوي في الميه. تمام. يلا قرب. تمام. وهنغطيها كده نص ساعه. هنعمل تسبيكة الفاصوليا. هنحط معلقة من السمن. تمام. هنشوحها. هنشوح فيها. تمام. هنسيب السمنة لحد ما تسيح. هنكون مجهزين هنا بصلاية هنحطها تتشوح. يعني ونحط فلفل اسود صغيرة. نشوح الكلام ده كله مع بعض. تمام. لحد ما البصلة تاخد اللون الذهبي، ونفضل نشوح كده لحد ما البصلة تاخد اللون الذهبي. وهنا على العين التانية احنا حاطين حاطين الفاصوليا. تمام. وعلى العين دي كنا طافين على اللحمة، ونفضل نشوح كده في البصلة لحد ما تاخد اللون كده الذهبي. وبعد كده نكون مجهزين الطماطم ونفشها بالطماطم. بس لسه هنستنى لحد ما تاخد اللون الذهبي. احنا سيبنا الفاصوليا تتسلق شويه عشان تبقى سهله معانا كده لما تتحط في التسبيكه تستوي بسرعه. تمام. وسيبنا وطفينا على اللحمه. دلوقتي هنعمل تسبيكه الفاصوليا. يلا بينا.
هنا السمنة السمنة بتاعت الرز بدأت تسيح. شوية رز كده بإيدينا، تمام، نحطها في السمنة. احنا هنعمل رز حبة وحبة او عين وعين، اي اسم يعني، تمام. في نفس الوقت هنا البصلة خلاص اتحمرت، خلاص خدت اللون الذهبي. قرب كده شوية، قرب شوية عشان نشوف اللون. البصلة كده حمرت، خدت اللون الذهبي اهو. هنطشها بالطماطم. طشة جميلة. هنسيبها بقى ايه تتسبك كده. حطينا الطماطم وهنسيبها تتسبك، وهنحط عليها ربع ساعة تتسبك. هنحط عليها الفاصوليا، ودي اسهل طريقة لعمل الفاصوليا. على عين التانية هنا هنكون بنعمل الرز. طبعا الرز حبة وحبة غسلناه، تمام، وحطينا شوية رز. هنفضل نقلب فيهم لحد ما يوصل برضه للون الذهبي او البني. شوية خدنا نص شوية كده من الرز، يعني ايه نص كمية الرز بتاعتنا او ربع كمية، تمام. حطيناها في الحلة عشان تاخد اللون الذهبي. وبعد كده بنكب عليها الرز، نص الكمية التانية بتاعت الرز. بنفضل نقلب الاتنين مع بعض، ونحط الملح وبنحط شوية شوربة، وغطي وهتاكلي احلى رز حبة وحبة مبدور ومستوي وروعة وجميل وروعة بإيد سمنة. وعلى العين دي حاطين الفاصوليا تتسلق، تمام. هنطفي عليها، هنفضل هنا نقلب في الرز. هنا بنشوح في الرز، هنفضل نشوح فيه كده ونقلب فيه لحد ما لونه يوصل للون الذهبي. وهنا سايبين التسبيكه تتسبك، تسبيكه الفاصوليا تتسبك، تمام. انا بحب اللحمه الملبسه، بتبقى لها طعم كده في الاكل. حطيت اللحمه الملبسه كده مع تسبيكه الفاصوليا، وهناكل احلى واطعم فاصوليا، تمام. هنسيبها بس تتسبك كده شويه مع اللحمه، وبعد كده هنكب الفاصوليا اللي احنا سلقناها، تمام. اهو بقلبها شويه. كان عندي في التلاجة شويه محشي كرنب، حشيتهم والوقت هسويهم، تمام. ولعت النار، نحطهم كده على النار. وهنا حطيت شويه كده من تسبيكه الفاصوليا كده على الكرنب، وحطينا شويه شوربه، وهغطيها ربع ساعه وتطفى عليها وتطلع احلى. واهم حاجه الشوربه تكون كده يعني وسط كده، لا هي مغطيه الكرنبايه ولا هي وسط كده، تمام. هنغطي عليها ونسيبها ربع ساعه ونطفي عليها. وهنا التسبيكه، وهنا سايبين الرز يستوي. حطينا الشوربه، نكون مجهزين شويه ملح، هنحط الملح، وهنكون مجهزين شويه فلفل اسود كده هنحطهم، وهنقلب كل ده مع بعض، تمام، كويس جدا. هنوطي نار صهارة و10 دقايق، وهندفع الرز وهتاكلوا احلى واطعم رز. طبق المحشي ده يا جماعه لازم يتحط على السفره، هو حاجه رئيسيه كده. المحشيه كده بتتحط على السفره، بتتزلط زلطه جوه يعني مقولكوش. هو بص كده روعه كده، ومن جوه الواحده كده الرزايه مستويه، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ده اساسي يعني في اي سفره،
طبق المحشي ده اساسي، سواء يعني محشي كرنب، محشي فلفل، ورق عنب بقى حبيب الجماهير، اي حاجه يعني. تمام، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم الفيديو، واشتراك، اهم حاجه الاشتراك. تمام، وشكرا ليكم، باي.